تحية لهذا المدرب، تحية لمحمد وهبي، برافو 10 على 10. وهبي مثال للرجل الذي يجتهد، يثابر، لا يأبه بالانتقادات، بالمؤاخذات. فعلا صبر كثيرا، اجتهد كثيرا، ولكل مجتهد نصيب يا محمد يا وهبي. فعلا تستحق هذه الجائزة وتستحق أن تكافأ بهذا اللقب العالمي. روح المجموعة كون وهبي، روح المجموعة هذا أهم شيء. المنتخب كعائلة، وهذه الفلسفة ترسخت لدى حتى اللاعبين في الفئات السنية. تذكروا جيدا مصطلح العائلة، لأنه سر النجاح، العائلة سر النجاح. وهذه شفناه مع وليد الركراكي في منتخب كأس العالم في قطر. روح العائلة تجسدت وتبلورت بعد ذلك وترسخت لدى كل أعضاء وفئات السنية في المنتخبات الوطنية. لذلك شفنا هذا الجيل موحدين متآخين. لا ننسى هذه السيدة على الصورة، سفيرة المملكة المغربية في الشيلي، التي ضحت بالغالي والنفيس، قدمت مساعدة كبيرة لهذه البعثة، قدمت دعم كبير لهذه البعثة، كانت تؤازر، استقبلت الجماهير المغربية في بيتها. فشكرا لسفيرة المملكة المغربية في الشيلي، لأن كذلك واحدة من الأسماء التي نفخر بها، وساهمت وساعدت كثيرا البعثة حتى تكون الأمور على نحو جيد في أرض الشيلي. مشاهدينا الكرام، لا زال الأبطال يتسلمون الميدالية، نعم الذهبية، والذهب للذهب، والذهب راح للمغرب. مشاهدينا الكرام، الذهب راح لمن يستحقه، والكرة أخيرا أنصفت هذا الجيل، الكرة أخيرا أنصفت النخبة المغربية. بالأمس القريب نعم الكان لم ينصف أسود الأطلس، ولكن اليوم دخلتم للعالمية، نعم من الباب الواسع، دخلتم العالمية من الباب الواسع. هنا نعم يشهدون بكفاءة المغرب وبسمعة المغرب على الصعيد الكروي، أجيال وراء أجيال. ولكن جاءت اللحظة لنسعد ولنفرح ولنعتز بلقب عالمي، نعم وسط المدارس الكبيرة، وسط المنتخبات الكبيرة. كم هي صورة جميلة، الكاس والقائد والشخصيات البارزة، نعم. وسفيرة المملكة المغربية في الشيلي هي الأخرى، سعيدة وفخورة بما ترى بين هنا في أرضية الميدان. وتحية كبيرة للجماهير. هاي اللحظة التاريخية، سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ. الكاس ستذهب إلى المغرب، الكاس ستذهب هنا إلى السواعد المغربية. فوزي لقجع يتقدم مع جياني إنفانتينو، هنا يرفع حسام الصادق، عانقها يا الصادق، عانق المجد يا الصادق. قبل الكاس باسم كل مغربي، من طنجة العالية إلى الكويرة العزيزة، باسم كل عربي من المحيط إلى الخليج، نقول لكم شكرا. قبلها باسم كل أمازيغي، شكرا إنفون كبارة، شكرا ترميرت. هكذا ترفع الكاس باسم كل مغربي من طنجة العالية إلى الكويرة العزيزة. هنا في لحظة تاريخية، الكاس العالمية، أسود الأطلس هم أبطال العالم لسنة 2025. هنا الملحمة، هنا الجيل الذي صنع التاريخ.